العادات لي زابيتود هابيت كل نهار كنزيد نعرف بالاهميه ديالهم. اليوم ثالث ليا في اسطنبول والثالث ليا في هذا لوطيل، وكيف كتشوفوا مورايا لهيه كاينه تلفازه، وهاد التلفازه ما شعلتهاش. علاش؟ لانني نورمالمون ربيت العاده ديال انه ما عنديش تلفازه في الدار. في السطات كنت عايش دابا اكثر من عام ما عنديش تلفازه، فاش كنت قبل في كازا ما كانتش عندي تلفازه، دابا في الجديده ما عنديش تلفازه، فبالتالي ما بقيتش كنعرف شنو هي تلفازه، ما عندها حتى شي اهميه. كانت لابيتود ديالي هي انني نبقى نتفرج في التلفازه، نشاهد التلفازه اشاك فوا. كنت غنضيع بزاف ديال الوقت، ما كنتش غادي نخرج، ما كنتش غنتلاقى مع الناس، ما كنتش غادي نزور بلايص اللي ما غاديش نوصل ليهم ونخرج، كنت غنعكز، ربما يعجبني شي فيلم ولا شي حاجه. ولكن لانني ما عنديش لابيتود ديال انني نبقى نتفرج في التلفازه، ديال انني نبقى ندوز من اذاعه لاذاعه، ما درتش هاد الحاجه، وانما خرجت، درت تساريت، كنهبط لتحت، كنبقى نجمع، كنمشي للقهوه، كنخدم. فبالتالي لي زابيتود ديالكم هما اللي كيحددوا حياتكم، كيحددوا بزاف ديال الحوايج. داكشي علاش مزيان يكون عندك دي زابيتود مزيانين وتخدم عليهم حتى تنحتهم مزيان، لانهم ما غاديش يبقاو يضيعوا من بعد. وهذا الشيء ماشي غير في هذه العاده، وانما في العادات كاملين.